الجولة 22 من الدوري الإيطالي موسم 2025-2026. صراع القمة يشتعل نقط والهروب من القاع يصبح معركة بقاء مع الوصول إلى الجولة 22 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2025-2026. تكون البطولة قد دخلت مرحلة حاسمة من الموسم، حيث لم يعد هناك مجال كبير لتعويض النقاط، وبدأت ملامح الصراع تتضح سواء على لقب السكويديتو أو على المراكز الأوروبية، وكذلك في معركة تفادي الهبوط التي ازدادت شراسة مع اقتراب النصف الثاني من مرحلة الإياب. الجولة 22 جاءت محملة بالضغوط، فكل فريق دخل مبارياته وهو يدرك أن أي تعثر قد يكلفه كثيرا، سواء في سباق الصدارة أو في سباق النجاة، وهو ما انعكس على الأداء التكتيكي والحذر الدفاعي في بعض المباريات، مقابل الجرأة الهجومية في مواجهات أخرى. صراع القمة قبل الجولة 22. قبل انطلاق هذه الجولة، كان الصراع على الصدارة محتدما بين أكثر من فريق، أبرزهم إنتر ميلان، AC ميلان، ونابولي، مع محاولات جادة من يوفنتوس وروما للدخول بقوة على خط المنافسة. الفرق المتصدرة لم تعد تكتفي بالفوز فقط، بل تبحث عن الانتصارات المقنعة، لأن فارق الأهداف بات عنصرا مهما في هذا الجزء من الموسم، خاصة مع تقارب عدد النقاط بين أصحاب المراكز الأولى. إنتر ميلان وأصل تقديم كرة قدم متوازنة بين الدفاع والهجوم، مع اعتماد واضح على الضغط العالي وسرعة التحول، بينما حافظ ميلان على صلابته التكتيكية، مستفيدا من الانسجام الكبير بين خطوطه. أما نابولي، فظل فريقا مزعجا للجميع بفضل أسلوبه الهجومي السريع والاعتماد على الأطراف. ملامح مباريات الجولة 22. شهدت مباريات الجولة 22 مواجهات قوية ومفتوحة، حيث حاولت فرق القمة فرض أسلوبها منذ الدقائق الأولى، في حين لعبت فرق الوسط والقاع بحذر كبير، مع الاعتماد على المرتدات والكرات الثابتة. بعض المباريات حسمت بتفاصيل صغيرة، مثل خطأ دفاعي أو ركلة ثابتة، وهو ما يؤكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل المجازفة المفرطة. كما برز الانضباط التكتيكي كعامل حاسم في نتائج هذه الجولة. إنتر ميلان نقط عقلية البطل. وأصل إنتر ميلان خلال هذه الجولة إظهار شخصية الفريق الباحث عن اللقب، حيث دخل مباراته بثقة كبيرة، وفرض إيقاعه على اللقاء منذ البداية. الفريق اعتمد على الاستحواذ الذكي، دون دفاع هجومي متهور، محافظا على توازنه بين الخطوط. خط الدفاع ظهر منظما، بينما كان خط الوسط حلقة وصل فعالة بين الدفاع والهجوم، مع تنويع في طرق بناء اللعب. هذا الأسلوب يعكس خبرة الفريق في التعامل مع ضغط المباريات في هذه المرحلة الحساسة من الموسم. AC ميلان نقط ثبات وواقعية. من جانبه، أظهر AC ميلان خلال الجولة 22 واقعية كبيرة، حيث لعب بأسلوب منضبط، مع التركيز على استغلال أخطاء الخصم. الفريق لم يبحث عن الاستعراض، بل عن النقاط الثلاث فقط، وهو ما نجح فيه. ميلان بدا فريقا يعرف متى يضغط ومتى يتراجع، مع توظيف جيد للأجنحة وسرعة التحولات الهجومية، ما جعله أحد أبرز المرشحين لمواصلة الصراع حتى الجولات الأخيرة.